السلام عليكم، اهلا بكم في كروشيه علم وفن. النهارده ان شاء الله هنتعامل بكوانتي، تقول عليه كوانتي او معصم اكسسوار لليد حسب ما انتوا حابين. انا ابتديت النهارده دخلت وعملت على طول عشان ما اطولش عليكم. سلسله عملت حوالي 36 سلسله، طبعا على قد كف الايد، تكون قافله على الايد. فطبعا انا ما فيش عدد محدد احنا نقدر نتكلم فيه، حسب على حسب ايدك، حركه لفه ايدك تعملي المقاس اللي يعجبك. فانا عملت 36 سلسله. يلا بينا نتعامل ازاي. بصوا، انا طبعا هخش من الحلقه الخلفيه. ليه كمان هخش اعمل غرزه حشو؟ ليه اخش من الحلقه الخلفيه؟ عشان تبقى مطاطيه معايا، وانا عامله فيديو شارحه فيه الحلقه الخلفيه والحلقه الاماميه والغرزه الاماميه والغرزه الخلفيه. بصوا انا بخش اهو، بصي، من الحلقه الخلفيه. معلش هي بتبقى اول سطر صعبه شويه، بس بعد كده بتمشي كلها سهله. بعمل طبعا غرزه حشو. بصي بخش من الحلقه الخلفيه اهي، انا بحاول اقربها لكم قوي اهي. بصي الحلقه الخلفيه اهي، شايفه شكلها؟ بخش فيها وبعمل غرزه حشو، اخش فيها واعمل غرزه حشو. هفضل كده لحد ما اوصل لاخر السلسله. هكمل وارجع لكم. ورجعت لكم تاني حبايب قلبي اهي. بصوا الطريقه المطاطيه اللي قلت لكم عليها، بصوا بتتمط اهي، بتتمط. تمام كده وصلنا لاخر الموضوع. هنعمل ايه؟ هاخد سلسله والف الشغل واعمل في كل حلقه غرزه حشو اهو. غرزه حشو، غرزه حشو، غرزه حشو، غرزه حشو. هفضل كده لحد ما اوصل 6 ادوار. اوصل ل6 ادوار ونرجع نشوفه هنعمل ايه بعد كده. رجعت لكم تاني حبايب قلبي، وادي انا عملت كده 6 ادوار، ارتفعت ب6 ادوار. انا اصلا عايزه اعمل نفس المقاس اللي هو ده، نفس المقاس اللي هو دوت. فانا اساسا ارتفعت اهو ب6 ادوار. هنتعمل ايه بعد كده؟ هنيجي من الجنب كده ونعمل غرزه حشو. جنب كده هنعمل غرزه حشو كده، هعمل غرزه حشو، غرزه حشو، لان اخلي غرزه الحشو دايما يدور. احنا عاملين فوق وتحت غرزه حشو، فاخلي من الجنبين كمان غرزه حشو كده كده. يبقى غرزه حشو، لفه هنا ولفه هنا اهو. طب انا هعمل ايه بعد كده؟ انا عايزه اشتغل الصدفه دي، تمام. فانا هعمل ايه؟ هعد، اسيب 3 سلاسل، 3 غرز، ادي 1 2 ادي 3. اخش بقى في الايه؟ ادي كده 1 2 ادي 3. اخش انا في الرابعه واعمل عمود بلفه. اخش في الرابعه واعمل عمود بلفه. في نفس المكان اخش واعمل عمود في لفه تاني. في نفس المكان اخش واعمل عمود في لفه تاني. اخد سلسلتين، ادي 1 2، واخش في نفس المكان واعمل عمود بلفه تاني. انا كل ده عشان بكون الصدفه. اهو بصوا انا كونت اول صدفه، كونت كده اول صدفه. هعمل ايه؟ هعد برضو 3، 1 2 3، والرابعه اخش فيها اعمل عمود بلفه. في نفس المكان اخد عمود بلفه تاني. في نفس المكان اخد عمود بلفه تاني واعمل سلسلتين، ادي 1 2، واخش في نفس المكان اعمل عمود بصدفه. سوري، عمود بلفه. ايه عمود بصدفه دي؟ عمود بلفه، سوري يا جماعه مش سامحوني. كده عملت تاني صدفه. هعد 3 واخش في الرابعه، 3 واخش في الرابعه لحد ما اوصل للاخر. اخلص وارجع لكم. ورجعت لكم تاني حبايبي. كده انا خلصت الصدفات كلها. فاضل عندي غرزه هاخدها بغرزه حشو، واحنا اتفقنا ان احنا هناخد هنا كمان غرزه حشو. في كل غرزه هناخده فيها غرزه حشو.
كده اخدت غرزة حشو. هعمل ايه؟ انا هقفل دي وابدا اتعامل بالنص. يعني ايه؟ يعني انا هقفلها كده اهو، واعد الغرز اللي احنا عملناها وابقى في النص بالظبط. ماشي، انا كده هنا المفروض انا كده في النص اهي، واحط الماركر بتاعتي هنا يبقى قد هنا. فانا هعمل ايه؟ هعد بقى 6، 1 2 3 4 5 6، واحط الماركر بتاعي كده. انا قسمتها. هاجي هعمل غرزة على الابرة، هعمل غرزة على الابرة واخش في الغرزة اللي قبل الماركر واثبتها كده. ثبتها تمام. هاجي عند اشيل الماركر ده خلاص او العلامة، اعمل هنا صدفة، اعمل فيها صدفة. هعمل فيها ايه؟ صدفة. 1 2 3، واخد سلسلتين واعمل صدفة بإيد الصدفة. 1 2 3 تمام. اهي انا كونت كده صدفة. تمام. طب هعمل ايه بعد كده؟ هناخد بقى 5 سلاسل اللي هنعمله بعد كده. هناخد 5 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5 5. وهاجي اشيل الماركر العلامة واخش فيها اعمل عمود بلف. بعد كده هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعدت 6. 1 2 3 4 5 6 زي ما عملنا المرة اللي فاتت واخدنا. ماشي كده نبدأ نتعامله عمود بلفة تاني عشان نعمله الصدفة بتاعتنا. سلسلتين، كده 3. كده احنا كونا الصدفة بتاعتنا. تمام كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هنرتفع ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونلف الشغل ونعمل هنا هو 3 سلاسل عمود اللي هو الصدفة، العمود بلفة. سوري مش 3 سلاسل، 1 2 3، وناخده سلسلتين، 1 2، ونخش تاني جوه الصدفة الأولانية ونعمله فيها 3 عواميد بلفة. كده عملنا. طبعا احنا عملنا دي، ممكن لو عايزه تعمليها بدل ما تاخدي 5 سلاسل تعمليها غرزه بيكو. هوريك الناحيه التانية ازاي ممكن نعملها بيكو. بعد كده ناخده 3 سلاسل، 3 سلاسل دول اساسيين معانا، 1 2 3. هنعمله ايه؟ هناخده هنا هنعمله 13 عمود بلفه. 1 2 3 4 5 6. سوري يا جماعه، انا كل ما بشتغل اصلي ما باخدش بالي عشان انا متعوده احرك ايدي. 7 8 9
10 11 12 13. كده خدت 13 عمود بلفه. هنعمل ايه؟ هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، واروح عند الصدفه واخش جواها واعمل 3 عواميد بلفه بينهم سلسلتين، 3 عواميد بلفه عشان يكونوا الصدفه بتاعتنا التانيه. كده ناخد سلسلتين تلاتة، وكده كونت الدور التاني بتاع الصدفة بتاعتنا. كده هنعمل ايه؟ لو انت عايزه بقى تعملي فرصة بيكو تعملي 1 2 3 وتلفي كده وتخشي في هنا تعملي عمود اسمه حشو. ماشي، تخشي تعملي كده حشو، هتكون معاكي غرزة البيكو كده اهو. بس انا هعملها زي اختها من الناحية التانية. 4 5 هنخش هنا ادي 1 2 3 سلسلتين، سلسلتين، اخد 3 سلاسل اللي هم ثابتين معانا. هنعمل ايه؟ هسيب اول واحده هنا واسيب اول واحده هنا، هسيب الغرزه الاولانيه هنا كان معايا 13، هسيب واحده هنا وواحده هنا هيبقوا معايا 13، هيبقى معايا 11. هسيب اول واحده واخش في تاني واحده ونعمله عمود بلفه، اخلصهم وارجع لكم اوريكم شكلها. وكده احنا عملنا ال11 العمود بلفه. هناخد 3 سلاسل دول ما بيتغيروش معانا، 3 ثابتين، واخش في الصدفه اعمل 3 بينهم سلسلتين 3، بعد كده اخد 5 عواميد لحد هيفتح بقى نتناقص هنا 9، بعد كده هيبقى هنا 11، هيبقى 9 7 5 3 1 لحد ما اوصل ل1. اول ما اوصل ل1 هرجع لكم. ورجعت لكم تاني حبايب قلبي. حبيت فاضل معانا اللي هي واحده، هناخد 3 سلاسل 1 2 3، كده هخش هنا اللي هي الواحده اللي هم تقريبا كده اتقابلوا 3 سلاسل اللي احنا قلنا معانا ثابتين، ال3 سلاسل، واخش في الصدفه 1 سلسلتين طبعا عشان ما تنسوش. كده هم اتقابلوا مع بعض. طبعا انا هنا بعد ما قابلناهم انا حبيت اشتغل مش صدفه كامله، نص صدفه وهنا نص صدفه. الف الشغل وادي 1 2 3 3 سلاسل، اخش في الصدفه الثانيه 1 2 3. فكده احنا قابلنا الصدفتين مع بعض. كده انت بقى هترتفعي بطول الصباع بتاعك حسب ما انت، هو 15 سلسله بتبقى كويسه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وتيجي عند الصدفه الثانيه دي عند الصدفه الثانيه وتقفليها في النص هنا. طبعا احنا قافلينها، بصي هي مقفوله في الثالثه، فهنا هنقفلها 1 2 هنقفلها في الثالثه، هنقفلها بغرزه حشو اهي. عايزه ترجعي عليها بحشو ارجعي، عايزه تعملي واحده ثانيه تبقى دبل برضه ترجعي تطلعي 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 والفها كده واقفلها هنا برضو هنا اهو كده، بقى قفلنا الشغل بتاعنا كده.
كده يبقى خلص الشغل بتاعنا. التطريز بقى دي حسب ترجع لك انت، التطريز زي ما انا عاملاها كده دي حسب ترجع لك برضو هنا اهو، حسب ترجع لك. انا عاملاها بزراير، نسيت اقول لكم او معنى اصح عشان هنا هعملها بسكوتش. انت عايزه تعملي زراير بتاخدي هنا بتخشي هنا تعملي حشو، بعد كده 3 سلاسل او 4 سلاسل وتسيبيها ما تقفلهاش وتقفليها هنا يعني كده اهو. انا عامله هنا زراير، هنا هعمل سكوتش، بتقفلي هنا كده قرصه حشو وتاخدي 5 سلاسل 6 سلاسل وتقفليها هنا اهو بقرصه حشو. انا هنا كنت عاملاها بزرار. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه كده، وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل جديد. كل اللي عايزه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وهتوحشوني جدا.